كتير بيعدي علينا مواقف فيها انكسار وضعف. انا مش جايه اتكلم على اكل النهارده، انا جايه اتكلم على مواقف ياما ناس بتعدي بيبقى نفسنا كده في موقف حلو من حد حوالين مننا، بس احيانا كتير ما بنلاقي. يعني تعبت لتالت مرة الكورونا وما لقيتش حد يعمل لي طبق شوربة واكلة حلوة، وكنت الله يبارك له جوزي، ايوه كان بيجيب لي اكل من بره، كان نفسي في طبق شوربة. عارفين يعني لما يبقى حلمكم كله طبق شوربة وواقعة مش قادرة. خدت شهر وشوية كده وانا تعبانة ومش قادرة، بس على مين اول ما بقوم قمتي بقوم. خمسة عليا الله اكبر يا احلى متابعين في الدنيا. عارفة في ناس هتقول لي كل ده عشان طبق شوربة. حصل لكم الموقف ده ولا لا؟ لا، حاجات كتير بقى مش لازم اكل. انا بالنسبة ليا في الوقت ده كان حلم عمري ان انا خايف ان اشرب طبق شوربه وحبه رز ومعلقه بطاطا وحته فرخه، بس مش قادره اقوم ولا اعمل اي حاجه. يعني عايزه اقول لكم الصحه ما فيش خالص، ربنا يعافيني ويعافي الناس كلها يا رب من كل امراض الدنيا. ابتديت كده افوق